السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اول حاجة نصلي على اشرف خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم منعش وجميل، والاهلي كالعادة عمهم وحرق دمهم. الاهلي حقق السوبر مصري رقم 13 في تاريخه على حساب الزبون برضه بتوع الطموح، اللي النهارده بصراحة قدموا مباراة كبيرة وتليق باسم الكرة المصرية. النهارده يعتبر احسن ماتش بين الاهلي وبيراميدز من ساعه ما بيراميدز ده غير اسمه من الاسيوطي لبيراميدز. يعني انا من وجهه نظري ده احلى ماتش انا شفته، من حيث الفنيات ومن حيث الهجمات ومن حيث ان الماتش كان سريع وكان رتمه قوي جدا وكان ماتش ممتاز. واسوأ ما في المباراة اللي حصل في الماتش اللي هي الخناقة، واللي خلت منظرنا وحش جدا قدام الناس. بجد يعني لاعب مستفز جدا محمد الشيبي ده، ومن اول الماتش هو باين قوي ان هو شخصيته مش تمام. انت دلوقتي خسران، فين الفير بلاي؟ فين الفير بلاي بتاع اللعب؟ مش موجود. وعيل اصلا مستفز من ساعه ما بدأ الماتش. ومش الماتش ده على فكره، في ماتشات برضو بين الاهلي وبيراميدز قبل كده برضو اللاعب ده مثير للمشاكل جامد جدا. طبعا كل الشكر للعيبه الرجاله بتوع الاهلي اللي عودونا دايما ان هم يكونوا في المواقف الصعبه رجاله على قد المسؤوليه ويحققوا اللقب اللي هو كانوا بيستموتوا عليه. لان برضو زي ما انا قلت ما ينفعش يبقى اول بطوله للطموح يبقى على قفانا احنا. لا، انا قلت لكم قبل كده في نهائي الكاس ان هو جه في المكان الغلط، جه مع الاهلي صائد البطولات، اللي هو ان شاء الله ما فيش بطوله تعدي من تحت منه. لما بيوصل للنهائي خلاص كده يعني بنسبه 80 او 90% بتبقى البطوله بتاعته. والحمد لله الرجاله بتاعت اللعيبه، لعيبه الاهلي الرجاله فرحونا واحرزوا البطوله، وعملوا اللي عليهم وزياده. كل اللعيبه رجاله. الشناوي بطل، رجع لمستواه اللي احنا عارفينه، انقذ اكتر من كوره صعبه، وخصوصا الكوره بتاعت وليد الكارت دي صعبه جدا. انا خلاص يعني انا وانا بتفرج قلت الكوره دي جون، انما صدها بطريقه ممتازه. شابوه الشناوي. حمدي فتحي عمل تاكلينج اللي هو كان خلاص، يعني حمدي اصلا ملك التاكلينج في مصر بجد، الله اكبر عليه. اللعيبه كلها بصراحه ادت اللي عليها، مش عايز انسى حد. القندوسي لعيب مهم جدا وعنده مهاره، بس مشكلته بطيء قوي. وفعلا كولر كده عنده حق ان هو ما بيلعبوش، لان كمان ما بيأديش الدور الدفاعي، ما بيرجعش يدافع مع نص الملعب خالص. غير قفشه طبعا، كده كده قفشه مستواه يعني قليل قوي بقاله فتره طويله. مش عارف هو عايز ايه تاني من الدنيا، يعني مش عايز يرجع لمستواه ليه؟ مش عارف. وبدليل ده ان هو اصلا كولر ما بيلعبوش خالص هو والقندوسي. ان شاء الله اللي جاي يكون افضل. هو اسوأ ما في المباراة ان الماتش ده راح للاكسترا تايم. ليه؟ اللعيبه بتاعت الاهلي هتستنزف بدنيا او استنزفت بدنيا في الماتش ده جامد قوي من المجهود البدني اللي عملوه القوي جدا. وده هيأثر على الماتش بتاع الاهلي والترجي، لان الاهلي كمان هيسافر لسه تونس عشان يروح يلعب الترجي هناك في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله ما يكونش التأثير البدني اللي حصل في الماتش ده يأثر عليهم، وان شاء الله نقدر نحقق نتيجة ايجابية هناك، ونقدر يا اما نتعادل يا اما نفوز بإذن الله ونوصل للنهائي. كل التوفيق للنادي الاهلي. شابوه كولر، شابوه اللعيبة، كل اللعيبة تستحق التحية، الجهاز الفني بالكامل، مجلس الإدارة بصراحة عاملين اللي عليهم وزيادة وموفرين للفرقة كل أساليب النجاح أو كل مفاتيح النجاح. اللعيبه ما بتخزناش الحمد لله. لعيبه زي ما انا قلت رجاله، وبتعرف ازاي تكسب اي بطوله تدخلها، وده اللي الجماهير عايزاه دايما. وكولر متماشي زي ما انا قلت مع طموحات النادي الاهلي، لان طموحات النادي الاهلي على طول البطوله، وكولر طموحاته كده برضو اي ماتش بيخشه بيبقى عايز يكسبه. ذكي جدا في تبديلاته، ذكي جدا في اختياراته. اهم حاجه ان احنا بنشوفها مع كولر ان هو ما بيفرقش مين اللي يبدا ومين اللي يقعد. دي اهم ميزه احنا كنا مفتقدينها. يعني بالنسبه لنا اي لاعب بيبقى قاعد على الدكه ما بيأثرش، اللاعب اللي بينزل مكانه بيأدي زيه واحسن منه كمان. ودي تحسب لكولر بشكل كبير جدا، وطور من اداء بعض اللعيبه زي حمدي فتحي ولعيبه كتير بصراحه، وكهربا ومحمد شريف. كل اللعيبه هو بيطور، بيحاول يطور على قد ما يقدر منهم. شكرا كل اللعيبه، شكرا الجماهير اللي حضرت. ان شاء الله اللي جاي يكون افضل للاهلي ويقدر يحقق بطولة الدوري ان شاء الله قريب يحسمها يعني، وان شاء الله دوري الابطال يكون بتاعنا. في اخر الكلام
سلام.